امبارح بكل بجاحة، قسما بالله بكل بجاحة وبدون أي خشة وبدون أي حساب لأي حد، الزمالك يفوز على الأهلي في المباراة التانية في اليد عشان يبقى 1-1 ويتأجل الحسم ليوم الجمعة اللي جاية. امبارح مفيش خشة ومفيش احترام للقوانين ومفيش أي حاجة. مبدئيا سيبك من إن الحكم مش عامل لايك للصفحات غير للزملكاوية فقط لا غير. حكم المباراة بتاع امبارح، الحكم امبارح لقى الماتش بدأ الأهلي متقدم وفرق عن الزمالك ب3 أهداف أو 4 أهداف، راح طرد لاعب. طردوا ليه يا مؤمن؟ الله أعلم. بعد كده الزمالك عشان يرجع معرفش يرجع، راح طرد اللاعب التاني. بعد ما الزمالك اتعادل ورجع، احنا اتقدمنا كمان، يعني الاهلي اتقدم مره ثالثه. تمام، قال لك لا بقى ما بدهاش، طرد لاعب دقيقتين. ليه يا عم؟ قال لك اصلك في لعب سلبي 3 لمسات، في وقت ان الزمالك فيه كان بياخد الكوره ممكن يقعد بيها في المدرج فوق ويحسب ضربه جزاء للزمالك، ولو اتصدت عادي ممكن يعيدها عادي مفيش اي مشكله. وبعد كده طرد تاني دقيقتين للاعب من الاهلي عشان خاطر لما وقع لعب الكرة بعد الصفارة. قانون جديد يعني اللي خلى في القدم يحسب الحكم ضربة حرة داخل ال 18 عشان عشان ال3 ثواني عدوا من الحارس. لأول مرة في التاريخ حكم يحسبها لصالح فرقة وهي الزمالك. اتحسبت امبارح في اليد، بيقول لك لعب بعد الصفارة. حاجات غريبة بتحصل للزمالك في جميع الألعاب من الحكام، ويجي واحد يقول لك اصلك انتوا بتكسبوا بالحكام. قسما بالله يا زمالك، قسما بالله وبقسم بالله لو بالورقه والقلم والتحكيم العادل، قسما بالله انت تلعب درجه تانية في جميع الالعاب يا راجل، عشان انت اصلا قسما بالله ما تعرف تكسب غير بالتحكيم. يعني فريق رئيس الجمهوريه بيتفرج عليه وبينزله تهنئه مره واتنين مش مره واحده، فانت منتظر منه ايه؟ من ايام عبد الحكيم عامر احنا متعودين منكم على كده. احنا متعودين منكم على النفاق والكذب والتدليس. يعني تكسبوا بالتحكيم وتاخدوا حقكم بالتحكيم تالت ومتلت وفوق حقكم، وما بيبقاش عاجبكم كمان، وبتطلعوا تقولوا لا ده الاهلي اللي بيكسب بالتحكيم. امبارح كان على عينك يا تاجر، وكله شاف الفضايح بتاعت امبارح بتاعت التحكيم. تمام، دي حاجه. تاني حاجه انا عايز اتكلم عليها، جوميز بيقول لك امبارح انا كنت عارف تشكيل الاهلي عشان كده احنا فايقين له ايه يا عم الحاج؟ ده هو التشكيل كان اصلا كان اجباري. 90% من قوام النادي الاهلي في القدم كانوا اساسا غايبين. فباذن الله ناخدوا الترجي يعني باذن الله في القاهره ونفشخوه، ناخدوا دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله نتقابلوا في السوبر. وريني الجدعنه بتاعتك بس مش عايزين عياط. تالت حاجه مدحت شلبي، ومعلش طولت عليكم، طالع بيتكلم امبارح وبيهبط وبيقول لك لاعب من الاهلي دكه اجنبي مضى للزمالك، بصرف النظر عن اصلا الزمالك موقوف ست فترات قيد مقابل للزياده اللي يبقوا 9 بسبب باتشيكو. عايز اقول لك يا مدحت يا شلبي، مفيش ولا اجنبي عقده خلص مع النادي الاهلي اصلا. يعني اقل اجنبي ممكن يبقى لسه في عقده سنه، فمين ده اللي مضى؟ امك مثلا؟ صباح الفل عليكم، عايشين في كوكب قسما بالله ما ينفعش نعيش معاهم تاني يا جدعان الناس دي.